السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سألوني قالوا لي هتعمل ايه؟ قلت لهم هعمل أكلة حلوة وهادية، حاجة حلوة، استنوني. طبعا أنا جبت حمام، هعمل لكم بطريقة بتاعت زمان. الحمام بطريقة زمان في قناة الجوكر. اتفضلوا معانا. طبعا دي الخلطة بتاعتنا: رز وبصل وكبد وقوانص بتاعت الحمام. هتدوق الحشو بتاعه، حشو جميل، حشو روعة. بالهنا والشفا لينا وليكو، بالهنا والشفا لينا وليكو. نكمل الحلقة، يلا معانا. دي طبعا معلقة سمنة وبصلة، نبدأ نديها تشويحة كده. بعد كده نحط الكبد والقوانص بتاعت الحمام، نبدأ نقلبها لحد ما بتبدأ تاخد لون أو صدمة. فطبعا بنقلبها كده، بنبدأ بقى ايه، نحط عليها البهارات بتاعتنا: ملح وكمون وفلفل أسمر، والملح طبعا حسب الرغبة، فلفل وكمون معلقة صغيرة من كل حاجة، ورشة بابريكا صغيرة، والتكاية بتاعتنا. وشموا الريحة يا جماعة، رز بلدي بتاعنا، الرز المصري الجميل. نبدأ نقلبه ونسويه كده زي نص سوا كده بالظبط. بندنا نقلب في الرز عشان كله يتقلب في بعضه، عشان يوصل معانا للقوام اللي احنا عايزينه، والجمال اللي احنا عايزينه، والحشو اللي احنا عايزينه. اللهم صل على النبي. اتفرجوا يا جماعة معانا. طبعا غطيناه عشان تاخدوا النص سوا بتاعنا. شفت الفلفلة والرز نازلة كده نص سوا، مفلفلة جدا جدا جدا. نبدأ طبعا نحشي الحمام. مش بنملى الحمام قوي عشان لما نيجي نحطه يستوي ما يفرخش الرز بتاعه في الشوربة. نحشي الحمامة بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. تسلموا ايديكو عينيكو، بالهنا والشفا لينا وليكو حبايبنا الغوالي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش تنسوني في مشاركة القناة، مش تنسوني في مشاركة القناة ودق الجرس. أتمنى منكم تشاركوني القناة لكي يوصلكم كل جديد. حشينا الحمامة من جوه، وحشيناها من بين الجلد واللحم عشان تتاكل حتتك بتتك. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بالهنا والشفاء. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. نبدأ نحشي التانية، نملى من قلب الحمامة كده. نفس الطريقة دي. وبعد كده بنحشي طبعا فراغات اللي بين الجلد واللحم. الله أكبر،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمال يا جماله، الحمام مين اللي هياكله النهارده غيري انا والولاد طبعا. اعملوه في البيت يا جماعه، صدقوني حاجه روعه والله. اقول لكم سعر الحمام النهارده بسعر اليوم. الجوز عامل 110. يعني معلش لو هتحب تجيبي مثلا انتوا 4 افراد هتجيبي 4 أجواز ب220 جنيه. تنظيفه في البيت طبعا وكل حاجه في البيت. طبعا احنا حطينا دلوقتي بصله وجزر وحبايه طماطم ورق لورا، فلفل اسمر، ملح وكمون ورشه من بلح جوز الطيب. طبعا نبدأ نديها غلوة لحد ما الحمام يستوي معانا، يكون بنفس الطريقة دي. طبعا الحمام لما استوى يا جماعة نفس الطريقة دي بنحطه على بال ما يبرد. بنبدأ بقى نديله التركاية الصغيرة دي. طبعا في ناس بتسأل دلوقتي ايه دوت نص كوباية من الحليب بفرشة كده، ببدأ أدعك بيها الحمام بتاعي. في تركاية صغيرة، في ناس بتحط زيت وبتحمر في الحمام. دي معلقة سمنة مع زيت، الاتنين مع بعض بيدوا الحمام لون جميل جدا. جربوه وادعوا لي ولكم كل جديد بإذن الله. الحلقة الجاية هنعمل حاجة جميلة جدا، انتظرونا في قناة الجوكر فن الطبخ رقم 1. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. حاجة في منتهى الجمال، في منتهى الحلاوة، بالهنا والشفا لينا وليكم بإذن الله. مش تنسوني في مشاركة بالقناة وتدقوا الجرس، تعملوا له لايك وكومنت. منتظركم حبايبي واخواتي في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا للموكوسة ان انتي انثى بالكوسة، هتموتي من الغل ومفروسة، وده مش كويس علشانك. قولوا للقماصة ان انتي فاضية وهجاصة، وعنك تندب فيها رصاصة، مش سامعة نضفي ودانك. يا اللي